حكى لي واحد من الآباء الكبار عن كاهن لكنيسة القديس أبانوب النهيسي. ده الكلام ده يمكن من 80 سنة. اشتكوا الناس اللي جيران الكنيسة على بيت كان مملوك للكنيسة، وقالوا لا ده بتاعنا نقامة الدنيا. الكاهن ده كان راجل كبير في السن، بسيط القلب، صاحب إيمان، فقعد يدور على الحجة بتاعت البيت والأوراق، مش لاقي حاجة، حاجات كلها قديمة في قديمة. وبعدين نفسه من كتر الضيق والضغط بتاع البرانيين نفسه كده زالت، وراح لأبانوب قال له ايه يا أخي، يعني كانوا سموا الكنيسة على حد كبير، ماري جرجس أبو سيفين، لكن حتة عيل. ومسك صورة أبانوب وقلبها وقال عالم الله ما عدلك إلا لما وهو في الحال ده عيال في الكنيسة، وقف عيل صغير قال له مالك يا ابونا؟ قال لي يا ابني بتدور على ده. قال له اللي بتدور على ايه؟ ما تروح ورا المذبح. اروح ورا المذبح فين؟ قال له تعال اوريك. طب شيل البلاطه دي. طب والورق اهو. قال له ورق اهو. ويبص على الولد ما لقاهوش. قال لي يا بنو حقك عليا يا اخي. شافوهم عيان بيان، ما هوش بعاد، قريبين فعلا، بس محتاجين بساطة قلب ونقاوة قلب. ليه؟ لأن أنقياء القلب مش هيشوفوا القديسين، ده يشوفوا إيه؟ شوفوا ربنا. طبعا احنا مش شايفين، محتاجين نقاوة القلب عشان نحس. أنا مش عاوز نشوف بالعينين دي صدقوني، لكن عاوز الإحساس الروحي الداخلي اللي يخلي الواحد إيمانه يزيد، وحبه للمسيح يزيد، وحبه لإخواته يزيد، وحبه وتطلعاته للسماء يبقى حقيقي.